بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عاملين إيه يا أصدقائي؟ أتمنى تكونوا في أفضل حال يا رب، وصحة وسعادة وهنا وراحة بال، ودايما كده يا رب زايدين مش ناقصين بإذن الله. واللي بشوفني لأول مرة، أنا أختكم في الله أم مرمر من صعيد مصر. لو عجبتكم قناتي وفيديوهاتي فضلا وليس أمرا منكم تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان وصلكم كل جديد عندي في الصعيد بإذن الله. وفيديو النهاردة يا أصدقائي عن يومي كامل متكامل. النهاردة هنشوف ازاي نعمل روتين كده خفيف، وكمان هعملكم عشة للحمام ازاي تبنيها، وكمان هنشوف غدا النهاردة هنعمل غدا ايه، وهنعمل زيارة لبيت الجبل، وهنشوف بقى. اتمنى الفيديو يعجبكم، واتمنى اشتراككم وتفعيل الجرس. ما تنسونيش باللايك والاشتراك عشان تشوفوا كل جديد عندي في الصعيد بإذن الله. البداية بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على حبيبنا عليه أفضل الصلاة والسلام. والبداية أصدقائي أنا بقوم الصبح بدري بعد صلاة الفجر كده، بكون الصبح شكشك. أول البداية بنعمل عصيدة الطير وأكل الطير من عصيدة ومن مية. بنفطر كده الصبح الطير كله، وبعد ما فطر الطير بنشوف بقى ترويق البيت من كنيس ومن غسيل مواعين. قمت بقى الصبح بدري النهاردة لقيت أمي بتكمل العشة اللي بتعملها للحمام بتاعها. يعني لو واحدة عايزة تبني عشة للحمام بتاعها ومش عارفة ازاي، فقلت انا اصورها واوريكم. ممكن تبنيها فوق السطح بتاعك لو عندك سطح وعندك قوالب وفر، ممكن تبني بيها عشة. ممكن في البيت بتاعك تحت برضو لو في مكان واسع. البناية يا جماعة سهلة جدا. اللي انتوا شايفينها دي اسمها الرصة، دي اسمها نص قالب. نص قالب ده بتحطي قالب فوق قالب بيمشي بالطول. في رصة تانية اسمها قالب سالم. القالب سالم ده بيكونوا قالبين جنب بعض بتعمليهم بالطول، وبعد كده تاجي فوقيهم عكس الاتجاه بتعملي القالب بتجيبيه بالعرض، فهم تمشي الحيطة كلها كده تعملي بالطول وبعد كده بالعرض. ده اسمها قالب سالم. فالبناونة والناس اللي بتبني عارفة الموضوع دي. فأمي من زمان بصراحة عشش الطير كلها بتاعتها هي اللي بتبنيها بصراحة، وبتعرف تبنيها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. في قوالب على فكرة نص قالب، ويعني بتحط النص جنب النص لحد ما تكملوا قالب كده وترص الحيطة بتاعتها. فيعني حتى عندنا في كذا قالب نصاص كده، فهي بترصهم جنب بعض. مش شرط يكون القالب سالم، لا بتحط النص جنب النص وتكمل الحيطة بتاعتها زي ما انتم شايفين كده. وبالطين معمول دياتين من القوالب اللينة برضو بتدقها، وبعد كده بتحط لها مية وتعملها الطين ده اللي بتعمل منه القوالب. وكمان في حجار برضو، قوالب الحجار برضو زي ما انتم شايفين كده. هي رصها ساعات بتكون كبيرة زي ما انتم شايفين كده، بس هي بتعرف تظبطها ازاي. بتحط الكبير وبعد كده بتاجي جنبه وتحط 2 صغيرين لحد ما يبقوا متناسقين جنب بعض. وبعد كده بتكتر لهم المونة دي عبارة عن زي ما قلت لك عن القوالب اللينة، بتدقها وبعد كده تحط لها مية وبعد كده بتعجنها فبتبقى مونة. زي ما انتم شايفين كده. ده شباك بقى يا جماعة عشان يدي الهواء كده للطير بقى والحمام. فلازم ضروري تعملي للعشة بتاعتك شباك يدخلهم الهواء في الصيف، برضو في الشتاء برضو يدخلهم هواء برضو. فلازم ضروري الشباك يا جماعة، واديلهم ضي كده بدل ما العشة تكون مكتومة لازم الضي بقى يدخلهم. بعد كده بعد ما تخلص بتكون الحيطان 4 اتجاهات. بعد ما تخلصهم بقى وتعمل مكان للباب اللي هتعمل فيها العشة، بتروح تنحرها بالطين برضو. بتنحر الحيطان دي كويس جدا عشان لو فيها خرم كده ولا كده، فلازم ضروري تنحرها زي ما انتم شايفين كده.
وبعد ما خلصت كل العشة وبناتها دلوقتي بتنحرها. اي في خروم بقى طالعة زي ما انتم شايفين كده، فلازم ضروري تنحرها كويس جدا. دلوقتي بقى بتسقفها، جابت خشباية، عندها خشباية عريضة. لو ما فيش عندك خشبة ممكن جريد بقى او خشب او حطب عندك. لازم تسند الاول الجريد والحطب والخشب، وبعد كده بتحطي بقى هي حطت خشباية عريضة وفي فواتح كده، راح جابت كراتين عشان تسد الفوارغ بقى في باقي الخشبة. بعد كده جابت الشكاير بتاعت الدقيق، كل شكارة قسمتها نصين وفردتها فوق الخشبة عشان تحط المونة فوقيها، عشان خاطر المونة ما تنزلش من السقف. فيعني لازم عشان تحمي المونة لازم ضروري تفرشي شكاير فوق قبل المونة، وبعد كده بتحطي فوقيها المونة زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. ودي المونة بقى طوب بقى خلص منها، فبتقوم تكحت كده من الأرض. الأرض كلها أصلا طوب لين، فبتكحت من الأرض وتطلع وتكب مية بقى وتحط وتعمل مونة. فيعني ربنا يديها الصحة يا رب، ادعوا لها وعشان تخلص كل السقف بتاع العشة بتاعتها بالشكل ده. بتكتر المونة بقى عشان خاطر بقى السقف يبقى تقيل كده، المونة فوقيه وما يتعملش ولا اي حاجة، ولا كلب يجي فوقيه يهده. ولا عندنا ابو الحصين يا جماعة برضو فظيع جدا، باي طير بقى بشمه من بعيد يروح يجي، ولو جا بقى البيت عندك فبدمر لك كل الطيور عندك. فلازم ضروري العشة بتاعتك تأمنيها بقى وتسقفيها كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دلوقتي هي بتعمل المونة باقي السقف بقى. بيحتاج بقى السقف يا جماعة بيحتاج مونة كتيرة جدا وسهلة جدا زي ما انتم شايفين كده. واي واحدة ممكن عندها كده مكان واسع كده وعايزة تسعي لها حمام، عايزة تبني عشة مش عارفة تبنيها ازاي، ممكن تشوف الطريقة سهلة جدا وهتوفر عليك. بدل ما تشتري عشة بالخشب ممكن تعمليها لعندك مثلا طوب وعندك المونة، فممكن تعمليها وسهلة جدا وتوفري. دلوقتي العش الخشب بقت مبلغ وقدره، فلا انت لو عندك الطين وعندك الطوب لا اعمليها في البيت ووفري وسعي الحمام. جميل جدا سعايته، مشروع حلو جدا. عايزة اقول لك الحمام مشروع حلو جدا، تسعيه كده تجيبي لك 10-15 جوز. فدلوقتي وصل الجوز 150 جنيه و170 جنيه، فلما تسعيه كده وتبيع منه كام جوز كده فهيدخلك ربح حلو جدا. زي ما انتم شايفين كده كملت العشة بتاعت امي، سقفتها زي ما انتم شايفين كده بالطين وجهازتها بقى. هنسيبها بقى تنشف لحد 2-3 كده قبل ما تحط الحمام فيه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. ودي الباب بتاعه شايفين كده الشباك اللي هي عاملاه ده الضي بتاع الشباك يا جماعة. فضروري العشة يكون ليها شباك عشان يدخل الضي ليها. خلصت العشة بتاعتي دلوقتي بقى بروق الحوش بتاعي. كل بيوت الصعيد عندنا يا جماعة فيها حواش عشان عندنا الوسع بقى وبيوتنا كلها واسعة، فلازم ضروري كده كل بيت بيكون فيه حوش بتربي فيها البهايم بقى، بتربي فيها الطيور، بتزرعي فيه، فبكون واسع عندنا كده. فبنعمل بيه كل حاجة بصراحة. الحوش ده نافعني بصراحة عشان واسع بقى. حاطة الفرن بتاعتي بخبز العيش الشمسي فيه عشان حاطة ديوان كده. أول ما تنزل الشمس بتنزل عندنا في الحوش يا جماعة، فبجيب العيش بتاعي كله بحطه على الديوان بتاعي واقعد استناه لما يخمر. بغسل المواعين بصراحة يوم الخميس كده، بقعد اغسل المواعين كده ويكون احلى يوم كده لغسيل المواعين. تنضف يعني بنضفها كويس جدا انتي وقاعدة كده مرتاحة مرحرحة كده ومرتاحة، فبتقعدي تغسل المواعين بتاعتك بذمة بصراحة. حاطة فيها الزرع بتاعي، زرع فيه كل حاجة. عشش الطيور كلها في الحوش حاطاه.
فهو معزول من البيت بتاعي. فبنفع بصراحة. احنا كده عندنا في الصعيد، كل بيوت الصعيد لازم كده جنب البيت بتاعك بيكون في حوش. تحط لو ما عندكيش بهايم بتحطي تزرعي فيه، بتحطي الطيور بتاعتك، بتوسعي فيه، بيكون حتة كده تحطي كل الكراكيب بتاعتك مثلا. فيعني بصراحة مهم جدا عندنا الحوش عندنا في الصعيد. بروجه زي ما انتم شايفين كده مرة كل يومين 3 كده، عشان خاطر بطلع الطيور بقى والزرع بتاعي بقى. فلازم الحتة تكون نظيفة كده، فلازم يوم يومين كده أو 3 بقوم مروجة الحوش بتاعي زي ما انتم شايفين كده بكنسه. فعندينا كل زي ما قلت لك بيوتنا كلها كده واسعة في الصعيد. عندنا الوسع، فعشان كده الحوش بنعمل مكان مخصوص كده اسمه الحوش. الحوش ده اللي بنحط فيه كل حاجة. زي ما انتم شايفين كده بروجه. عايزة اقول لك دي امطار اللي زمان كانوا امهاتنا بقى وجداتنا كانوا بيعبوا فيها المية قبل ما تدخل المية الصعيد بقى. كان المطر ده اللي انتوا شايفينه ده كان بيشيلوه على راسهم يا جماعة، ويجيبوا به مية من آخر الدنيا، من أول البلد يشيلوه كده. يقوموا الصبح بدري بعد ما يصلوا الفجر، يطلعوا كده البنات كده في الشارع مجموعة كده مع بعض، ياخدوا كل واحدة تاخد المطر بتاعها وتعبيه مية. عايزة أقول لك يعني كانت أيامهم بسيطة، وكانت والله العظيم أحلى من أيامنا دلوقتي. المية كتيرة وكل حاجة كتيرة، بس ما فيش بركة ولا في حاجة حلوة زي زمان. إنما هم كانت كل حاجة عندهم صعبة، وكانت كل حاجة حلوة بصراحة. فيعني كانت ذكريات حلوة بصراحة. أنا ما حضرتش بقى، أمي حضرت بتقول عبينا كتير بالمطر ده، عبينا كتير مية بصراحة. كانت بتطلع هي واصحابها في البنات يتفقوا كده من بعد العشاء كام واحدة كده، احنا هنطلع الفجرية هنروح نعبي مية. فكانت حاجات حلوة والله العظيم. كنت لما أسمع كلامها كده أقول أنا كان نفسي أعيش الأيام دي. كلامهم كده حلو، وذكرياتهم لما تقعد أمي تحكي لي كده ذكريات حلوة، وتحبي إنك تعيش العيشة دي، عيش الزمان لما كانوا يروحوا يجيبوا المية بالمطر كده وعلى راسهم وما يتعبوش. بتقولي نقوم الفجر كده نعبي المية، ناجي مش دور 1 ولا 2، لا نروح 2 3. مرة ممكن في الصبح، مرة بعد العصر لو احتجنا وفي غسيل مثلا بنروح 2 في اليوم. فكان ذكريات حلوة. كنت أقعد أقول لهم انتوا ازاي كنتوا عايشين العيشة دي؟ مفيش مية، مفيش نور، مفيش كهرباء، مفيش أي حاجة. كانت بتقول لي وأحلى عيشة، مش زي دلوقتي كل حاجة متوفرة إنما مفيش بركة، مفيش ناس حلوة زي زمان. ما كانش كانت قالت كنا بعد العشاء كده كانت الجيران كلها تتجمع عند أمها اللي هي جدتي، ويقعدوا لحد نص الليل يا جماعة في الشارع جنب الباب كده، يقعدوا يتونسوا كده وياخدوا الونسة كده نص الليل. كانت الرجالة تروح، كان في قهوة كده، قهوة في البلد كده فاتحة على أول الشارع، كل الرجالة تروح تعمل فيها تحضر فيها. كان في القهوة دي فيها تلفزيون واحد وراديو. كان جدي كان بيروح أول ما يجي من الشغل بتاعه بعد العشاء كده يطلع على القهوة دي، وبعد كده يجي يلقى الستات كلها بتاعت الشارع متجمعة. وأول ما يشوفوه كده، بعد ما يشوفوه كده والرجالة تاجي من أول الشارع كده، الكل يتفرج ويروح على بيته. يكون مثلا عدت الساعة 10 11 12. فكانت بتقول كانت حاجات حلوة وذكريات حلوة جدا. بقعد كده أنا وبستمعها كده مستمتعة هي وبتحكي. بصراحة عيشة كانت حلوة جدا، أحسن من دلوقتي الموبايلات والتلفونات وكل حاجة متوفرة، والتلفزيون والمية والكهرباء وكل حاجة متوفرة، والأكل الكتير والفلوس الكتير، إنما مفيش بركة، مفيش ناس حلوة زي زمان، مفيش أي حاجة بصراحة.
ده الزرع بتاعي يا جماعة، زرع حاجات كتيرة. وده الكلب بتاع أمي، هي ساعية عشان خاطر بقى الطيور بتاعتنا. ده البط بتاع أمي. الكلب ده ضروري يا جماعة، طالما عندك حوش ووسع وطيور فلازم انك تجيبي كلب في البيت يحميلك الطيور دي. في حاجة عندنا اسمها ابو الحسين اللي انتوا بتسموها الثعلب. الثعلب ده لو دخل بيت وفي مليان طيور فمفيش كلب، فبدمر لك كل حاجة، بياكل لك كل الطيور اللي عندك، حتى لو حط ايه على العشة بتاعتك. فلازم ضروري الكلب ده يحمي لك الطيور بتاعتك. احنا عازلينه بعيد من البيت بتاعنا، عازلينه، فعشان كده بيكون في الحوش معزول، عشان خاطر هو ما بدخلش الملايكة في البيت بصراحة. وانا عن نفسي ما بحبش الكلاب في البيت، فعشان كده حاطينه دايما في الحوش بتاعنا. ده الزرع بتاعي ده من العصافير بقى بنحميه، بنحط امي حاطة شكارة كده مخرمة عشان تحميه من العصافير، وكمان مخرم عشان خاطر تدخله الهواء يا جماعة. فلازم الزرع تكون داخله هواء وشمس، دي أهم حاجة للزرع، هواء وشمس ومية. الريحان بتاعي اللي أنا زرعاه، زرع برضو شامي، زرع برضو كركديه وجرجير، والقرطم برضو زرعاه، وزرع شمار وكزبرة. فأي حاجة غلت عندي بصراحة ابتديت أزرعها. زي ما انتم شايفين دي ورد يا جماعة، ورد بيطلع كده حلو جدا، بيطلع كده فصل الشتاء وفصل الربيع حلو جدا. زرع حاجات كتيرة بصراحة، ولسه عايزة أزرع حاجات أكتر وأكتر، وعايزة أكبرها كده وأخليها جنينة كبيرة. ودي النخلة بتاعتي دي، على فكرة النخلة دي ليها يمكن 8 سنين، بس للأسف طلع الذكر مش النتاية، عشان كده مش هتجيب بلح. فزرع معايا 4 نخلات، والله العظيم أتمنى يكونوا يجيبوا بلح، عشان خاطر كده الشارع كله ياكل منه والأهل وكلنا ناكل منها. فحلو جدا انك تزرعي، بقولك لو زرعتي زرعا في الدنيا فربنا بزرع لك زرعة قصادها في الآخرة. فحلو جدا لما تزرع كده، حتى لو ما عندكيش مكان ازرعيها في الشارع وخليها ثواب كده، فهيكون ثواب ليكي ولأهلك بصراحة. بعد ما خلصت كل الروتين بتاعي زي ما انتم شايفين كده، قعدت بقى قلت انا اغسل المواعين كده، وقعدت جبت الطشت بتاعي. فأحلى غسيل مواعين يا جماعة تغسلوه انتوا قاعدين كده، على فكرة بتنظفي المواعين كويس جدا. انا يوم الخميس كده بقعد بجيب المواعين كده جنب العيش بتاعي، بحطه على الديوان بتاعي كده، وبعد كده بقعد اغسل المواعين بقى، بنظفها كويس جدا يا جماعة. على الحوض بقى تفضلي واقفة كده بتغسليها، تقعدي ربع ساعة 3 ساعة تغسلي فيها، بتحبي تستعجلي عشان واقفة، إنما انت قاعدة كده مرتاحة وبتغسلي كده بتأني كده ورواق. فأحلى مواعين بصراحة بتتغسل انت وقاعدة. زي ما انتم شايفين كده ده الحوش بتاعنا، ودي عيشتنا في الصعيد، عيشة عادية خالص متواضعة. بيوتنا في الصعيد كلها جنب بعض كده، معمولة من الدور، لو عاملة دور أول فبتكون جنب بعض. البيوت القديمة بالطوب اللين أو بالحجر أو مسقوفة أو حتى صبة معمولة دور واحد، تكون جنب بعض كده. لو محتاجة حاجة من جارتك بتنده بالحيطة، مثلا محتاجة بصلة تنده عليها هاتي لي بصلة، هي تنده عليكي بالحيطة. أحيانا جارتنا شرقينا كده بنقعد نتونس بالساعات كده على الحيطة. نطلع كده في الشتوية كده بنقعد كده في الشمس نقعد نتونس. فعيشتنا دي والله يعني لو خيروني بأي عيشة تانية لا، عيشتنا في الصعيد أحسن بصراحة من عيشها في القاهرة. أنا أختي ساكنة في القاهرة على فكرة، جارتها اللي قصادها يدوب لما تروح تودي بنتها الحضانة أو تروح تشتري خضار قابلتها
لقيتها صدفة، ممكن مرة في الشهر تقابلها صدفة ترد عليه السلام. ما فيش تعامل، ما فيش اختلاط زي عندنا في الصعيد، لا خالص. أنا أعرف واحد والله العظيم توظف وظيفة حلوة جدا وأخد عياله وما استحملش سنتين، رجع على أسوان. لا قال العيشة هنا في الصعيد أحسن بكتير، على الأقل كده تطلع عند جيرانك عند أصحابك تزوروا بعض تسألوا على بعض. لكن هناك أخدوا سنتين محدش بيسأل عليهم، مفيش زيارات، مفيش جيران. فلا لا بصراحة عيشة الصعيد أحسن بكتير عندنا. ولو حتى عيشتنا بسيطة برضو، بس برضو اني تلاقي حد يسأل عليك كده، الجيران يخبطوا عليك لو غبتي يوم او 2 ما حد شافك كده يجي يخبطوا عليك. فلا لا بصراحة الصعيد عندنا غير. خلصت كل روتيني زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي هنشوف هنتغدى ايه يا جماعة. دي أكلة عملتها كده بالبطاطس والبتنجان والبصل، أكلة خفيفة جدا واقتصادية، وأهم حاجة إننا حشويها فهتحافظي على قيمتها الغذائية يا جماعة. لما تشوي كده البطاطس والباذنجان بدل ما تحمريهم في الزيت، لا حنشويهم ونحافظ على قيمتهم الغذائية. هي المسقعية بالظبط، بس يا جماعة هنعملها مشوية. يعني البطاطس هنشويها، هنحافظ على النشويات اللي جواها ما تروحش كده قيمتها في الزيت. وكمان الباذنجان الحديدة اللي جواها لما بتقليه في الزيت كده بتضيع كل الحديدة اللي جواها، إنما لما تشويه هيبقى قيمته الغذائية موجودة بصراحة. معايا بقى باذنجانتين و2 بصلة و2 بطاطس يا جماعة و5 طماطميات. هنعمل أكلة كده هتعملنا غدا وعشاء حلوة جدا. زي ما انتم شايفين كده قشرت البطاطس، 2 بطاطس قشرتهم صوابع زي ما انتم شايفين كده. حطيت الطاسة على النار، حطيت لها يدوب يا جماعة نقطتين زيت بالظبط، بس نقطتين. حطيت بقى الصوابع بتاعتي بتاعت البطاطس في الطاسة، وحوطت النار عليها شمعة، عايزاها بس تشمع من فوق ومن تحت كده البطاطس من غير ما تستوي، لأني هتكمل سواها في الصلصة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. حوطت النار عليها واغطيها بقى يا دوب النار شمعة لحد ما تشمع من تحت، بقوم اقلبها الناحية التانية وبرضه وطي عليها النار وتشمع واشيلها واحط غيرها زي ما انتم شايفين كده. هغطي بقى عليها واسيبها بقى على نار هادية لحد ما تشمع معايا. العين التانية بقى حطيت الطاسة بتاعتي على العين التانية زي ما انتم شايفين كده، وحطيت لها نقطتين زيت، ومقطع الباذنجان بتاعي بقى اي تقطيع انت حباها دواير او اي تقطيعة تحبي تعمليها. هرص بقى الباذنجان بتاعي زي ما انتم شايفين كده في الطاسة، وبعد كده هوطي النار يا دوب شمعة واغطيه بقى يستوي على، مش عايزاه يستوي، انا عايزاه بس يشوي من تحت ومن فوق كده، يتحمر ياخد لون عشان خاطر هيكمل سواه في الصلصة. فانا مش عايزاه يستوي يا جماعة، يا دوب نوطي عليها النار يا دوب ياخد لون من تحت ومن فوق. عايزة اقول لك الباذنجان بتاعك لو مش حلو في نسبة مرارة، لا مع البطاطس النشويات اللي جواها هتخلي يا جماعة والبصل والطماطم كله بدام عاملاه مسلوق في مسلوق كده، هتخلي الباذنجان طعمه حلو جدا في الأكلة دي. زي ما انتم شايفين كده غطيت عليها الطاسة، غطيت عليها. هنقلبها بقى الناحية التانية زي ما انتم شايفين كده. وانا زي ما قلت لك مش عايزاه يستوي لاني لسه هيكمل سواه، فانا عايزاه يدوب يشمع بس. هقلب بقى كل الكمية بقى ووطي عليها بقى واغطيها تاني لحد بقى ما يحمر لي الناحية التانية. أكلة حلوة يا جماعة وما فيش حاجة عندك تعمليها، لا هتفتحي تلاجتك هتلاقي ما فيهاش غير باذنجان وبطاطس وطماطم. لا منها كده هنركب أكلة حلوة مع بصل. ممكن تحطي بقى جزر، كوسة، فلفل ألوان، فلفل رومي. يعني يعني هي الأكلة دي تشمل جميع المكونات، جميع الخضار. ممكن تحطي جميع الخضار فيها تشويه كده
وتحطيه جواها هتبقى لك حلوة جدا. فيعني لو ما عندكيش اكل كده النهاردة وحابة تعملي اكل سريع كده، فما فيش اسرع من كده المسقعية المشوية دي. مش هتاخدي وقت خالص في المطبخ يا جماعة. يدوب بس انك هتوقفي تشوي الخضار بتاعك، ويدوب بس تركبيه على بعض في الطاسة، ربع ساعة كده، تلت ساعة بقى يستوي معاكي ويبقالك زي الفل. يعني مش هتاخد وقت معاكي خالص. زي ما انتم شايفين كده بقلبها الناحية التانية، وبعد كده أول ما تشمع الناحيتين يا جماعة بقوم مطلعها وأحط الكمية التانية. أنا كمية البطاطستين يا جماعة عملولي كمية حلوة جدا، عملولي طبق كده. عايزة أقولك من بطاطستين والبتنجانتين، يعني عملتلي طاسة كبيرة اتغدينا وباقيها تعشينا بيه. فأكلة حلوة جدا وطعمها حلو جدا، يعني عشان خاطر شاوية كل الخضار، فهتحس بطعم كده البصل مع طعم الباذنجان والبطاطس، كله طعمه كده حلو، وانتي بتاكليه كده مسلوق وحلو جدا. زي ما انتوا شايفين كده هقلب بقى الباذنجان بتاعي، واول ما يشمع الناحية التانية بقوم شايلاه على طول. وهم يا جماعة رصتين، عشان انا عاملة بتنجانتين بس، يا دوب رصتين في الطاسة بتاعتي واخلص على طول، ورصتين بطاطس. وبعد كده عملت البصل بتاعي قطعته جوانح، والطماطم 5 طماطميات يا جماعة، 2 خلطتهم في الخلاط، و3 قطعتهم دواير، وكله هركبه على بعض كده. وعملت لي طاسة حلوة جدا، يعني كمية واقتصادية، عايزة أقول لك اقتصادية جدا جدا، لأنك من كمية صغيرة عملتي غدوة اتغديتي بيها وتعشيتي بيها، وغدوة حلوة جدا. أهم حاجة تحطي لها توابل حلوة وتشويها حلو، هيطلع معاكي جميلة جدا. والأكلة دي يا جماعة حلوة جدا لأمي، عشان بتشتكي من القولون والمعدة، بتتعبها من الزيوت. واللي حد بتفرج عليه برضو بيشتكي من القولون والمعدة. حلوة جدا لما تشوي الحاجة كده، تشوي الخضار بطريقة حلوة وهتاكليه. يعني مثلا المسقعية دي عشان بالزيت وكده، محدش الناس الكبيرة واللي بيشتكي من القولون والمعدة ما بياكلوهاش. لكن لما تشويها الخضار على الطاسة، أو ممكن في الفرن، لا هتاكليها ويطلع لك خفيف وحلو جدا، ومش هتشتكي خالص إن ما حاطينش زيوت كتيرة. فعشان كده حلوة جدا ليهم يا جماعة. حمر الناحية التانية زي ما انتم شايفين كده البطاطس، وبطلعها بقى أول ما تحمر الناحيتين بالشكل اللي انتم شايفينه ده. ما بتاخدش وقت، هي يعني مجرد 5 دقايق على النار، توطي عليها البوتاجاز وتقلبيها الناحية التانية وتشيليها على طول، لأني عايزينها مش مستوية، لأنها هتكمل سواها مع بقية الخضار. فعايزينها يدوب بس تشميعة كده بسيطة، وتشوي كده وتحافظ على النشويات اللي جواها. وبعد كده هنحطها جوا الخضار كده، تاخد وتدي مع الخضار، مع البصل بقى والطماطم والبتنجان، حلوة جدا. لو حطيت الفلفل الرومي كمان، عشان أنا ملقيتش في التلاجة عندي فلفل رومي، كانت هتبقى كمان جميلة جدا. وفي أكلات مثلا ما ينفعش نعملها مسلوق أو نشويها كده وخلاص، لا. زي مثلا محشي الكرنب، ما ينفعش نعمله مسلوق. أنا مرة عملته ني في ني، طلع حلو وخفيف وجميل لأمي. بس مش زي المسبك يا جماعة. المسبك طبعا باللية بقى والسمنة البلدي، والسبك الخضار بتاعته التخديعة، فبيبقالك حلو جدا. غير انك تعمليه ني في ني هيطلع خفيف وحلو، بس الطعم لا مختلف. هيطلع لك حلو بس مختلف عن المسبك. ففي حاجات كده لازم بقى ما ينفعش نعملها غير مسبك، وفي حاجات ننفع نلعب فيها ونعملها مشوية وهتطلع حلوة جدا. خلصت كمية البطاطس زي ما انتوا شايفين كده،
وكمية البتنجان في نفس الطاسة هي اللي أنا عملت فيها البطاطس هي. هحط بقى مقطعة زي ما قلتلك بصلتين قطعتهم جوانح، ومقطعة 3 طماطميات عملتهم دواير. هحط بقى كله على بعضه ما عدا البتنجان في آخر حاجة يا جماعة هحطها. هحط البصل والطماطم والبطاطس، واحط لهم بقى التوابل بتاعتهم، واسيبهم بقى، وخلطة طماطميتين برضو هحطهم فوقيهم. هسيبهم بقى على نار هادية كده لحد الخضار بتاعي ما يتبل ويستوي كده معايا. وبعد كده اقوم حاطه البتنجان معايا اخر حاجة، واديها قلبتين بسيطة كده، واقوم طافية النار عليهم. وفي اخر بعد ما احط البتنجان يا جماعة بضيف بقى نص معلقة كمون للطبخة بتاعتي، بتديله طعم حلو جدا الكمون. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، مجرد بس ما البصل يدبل معايا والطماطم واللي انا خلطهم برضو هضيفهم دلوقتي يتسبكوا. البطاطس بتاعتي برضو انا لسه ما استوتش كويس، عايزاها تستوي. هحط لهم بقى التوابل بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، ملح وفلفل وكزبرة وشطة. هقلبهم في بعض كده. ده اخر حاجة بقى البتنجان عشان ما بياخدش وقت يا جماعة ومش عايزاه يتهري معايا. في اخر حاجة بقى حطيت بقى الصلصة بتاعتي اللي انا خلطها خلطة طماطميتين، حطيتهم وغطيتهم بقى، وحطيت ضفت البتنجان اخر حاجة وجهزت معايا زي ما انتم شايفين كده. زي ما قلت لك اخر حاجة هتضيفي نص معلقة كمون، بتديله طعم حلو جدا. زي ما قلت لك طعمه حلو جدا وخفيفة كده على المعدة وطعمه جميل جدا. استوت معايا ما كملش ربع ساعة يا جماعة، وخلصت يعني نص ساعة كده هتخلص الطبخة بتاعتك. زي ما انتم شايفين كده ما خدش مني وقت خالص يا جماعة ولا مجهود. قمت بقى من روتين الحوش وتنظيفه. عايزين أكلة خفيفة كده ويكون ما تاخدش مني وقت أوقف كتيرة في المطبخ. ففتحت التلاجة كده ما لقيتش غير المكونات اللي أنا عملت بيها الطبخة بتاعتي، عملتها وطلعت جميلة جدا زي ما انتم شايفين كده. وما خدش وقت ولا وقفت كتير في المطبخ ولا أي حاجة. شايفين شكلها بشهي. طعمها حلو جدا يا جماعة، وطعم الخضار كده لما تاكليه هو مشوي، تحسي بنشويات البطاطس وفايدة الحديد اللي في البتنجان تاخديها، فحلو جدا. والبصل يا جماعة بديها تسكيرة حلوة جدا. طعم الباذنجان يا جماعة في الأكلة حلو جدا. بتحب الباذنجان الرومي بيبقى حلو جدا كده وليها تسكيرة حلوة في الأكلة دي. عايزة أقولك لو الباذنجان بتاعك ممرر مش هترميه، ممكن تسلقيه تعمليه بابا غنوج، أو تسلقيه تعمليه مخلل، أو تحطيه في الأكلة دي. عايزة أقولك تسكيرة البصل مع نشويات البطاطس والطماطم، الطعم بتاعهم كده بيغطي على الباذنجان الممرر، فبديله طعم حلو جدا، فبغطي على الأكل. يعني ممكن بدل ما ترميه أو مثلا تروح تخلليه أو تعمليه كده، لا حطيه في الأكلة دي هيديله طعم حلو جدا. طعم البطاطس يا جماعة حلوة جدا والنشويات جواها كده، والبتنجان طعمه حلو جدا. وأحلى يا جماعة الأحلى البصل جميل جدا في الأكلة دي، وأكلة حلوة جدا أتمنى تجربوها يا رب. وبعد ما كنا واتغدينا كده في العصرية، رايحين بقى بيت الجبل. أخدت بنتي وأختي وأخدنا توك توك زي ما انتم شايفين كده، احنا لسه كده في الروحة رايحين بيت الجبل. بيت الجبل ده يا جماعة اللي ساكن فيها أخويا بانيله شقة فيه، وشرق الشقة بتاعته بان زارع كل حاجة بقى عنده، كل حاجة زارعها. واحنا بقى الناحية التانية البيت بتاعنا لسه ما بنيناهوش، احتمال مثلا سنة تانية ونبني فيه يعني. فبيت واسع طبعا زي اللي احنا قاعدين فيه، برضو واسع وحلو. وهنبني فيه شقة في أول وكده، وبعد كده نبتدي بقى نزرع شرق الشقة بتاعتنا كلها كده نزرعها، وهيكون أوسع من البيت اللي احنا قاعدين فيه ده. فهيبدي مساحة حلوة جدا إننا أزرع حاجات كتيرة فيه بصراحة.
زي ما انتم شايفين كده اخويا زارع القرقدان. زارع كمية كبيرة جدا، من عكس ان احنا زارعين كمية صغيرة عشان المساحة صغيرة عندنا في البيت اللي قاعدة فيه حاليا. هو بقى البيت كبير، مساحته كبيرة، فبزرع يعني زارع كركديه وزارع شامي وزارع بصل وتوم وفول وطماطم وشطة وزارع بتنجان، بس البتنجان بتاعه الأرض بتاعته مش كويسة، عشان كده لسه ما طرحش، يطول شوية عنده. وزارع ليمونة، لسه بس صغيرة، شجرة صغيرة، وتينا، وفي عنده جوافة برضو، كله شجر صغير لسه ما طرحش عنده. دي شجرة اسمها ايه مش عارفة، قال اخوي عليها ليها اسم كده، بتطلع حاجة كده زي الشوك، بس هي شوكها يكون ايه مش حد يعني. دي طالعة لوحدها كده رباني. ده حوض كبير من الكركديه زي ما انتم شايفين كده، وفي النص ده بتنجان، ودي الفلفل بتاعه بقى مزروع، وهنا بتنجان مزروع، وفي نخل زرعه لسه صغير. هو يدوب لسه السنة اللي فاتت ابتدى يزرع في البيت. كان الأول عامله مزرعة دواجن، مزرعة كبيرة، وبحط فيها الدواجن، وبحط لها أنابيب عشان يدفيها في الشتاء. ففي مرة أنبوبة انفجرت بصراحة، وربنا ستر بصراحة، كانت يعني حريقة كبيرة، والحمد لله ان اخويا متأذاش، وكان على الطيور تتعوض والخسارة بتتعوض بصراحة. عشان كده من السنة اللي فاتت اتجه للزرع، لما احنا لقانا بنزرع والخضرة حلوة في البيت بصراحة، ابتدى يزرع في بيته كل حاجة، فعنده وسع أكبر منينا ومساحة كبيرة، فبزرع. دي المزرعة اللي قلت لكم عليها يا جماعة، ان الحريقة بصراحة أكلت كل حاجة، والحمد لله قدر الله ما شاء فعل. فكانت مزرعة كبيرة، وبصراحة كان بيكسب منها حلو. إنما أنا لسه بقول له افتح، ارجع عدلها وافتحها تاني وجيب، بس المشكلة إن الطيور غالية والعلف ليها غالي، وكل حاجة ليها غالية، فأتمنى يرجع يفتحها من تاني بصراحة. دي الفول يا جماعة، ده حوض فول زي ما انتم شايفين كده، وجنبه توم، وفي بصل، وفي كركديه هنا، ففي حاجات كتيرة زارعها يعني. والتصوير ده من 10 أيام فاتت يا جماعة، فهو لسه زرع حاجات تاني حتى بقولي تعالي صوري في حاجات تانية أنا زرعتها جديدة، فاحتمال يعني كده أسبوع كده وأروح أصور عنده أشوف إيه اللي زرعه جديد. ده كركديه وده شامي، الشامي برضو جبنا منه حلو جدا، شويناه. زي ما انتم شايفين كده، الزرع حلو في البيت وخير، وانك تزرعي الحاجة اللي انت هتاكليها وتكوني عارفاها كده، ما خطيتلهاش مواد كيماوية زي ما بحطوا التجار للخضار وعشان يطلع بسرعة. لا، انت زرعاه في البيت وعارفة زقيتيه ازاي وحطيتي له ايه، وصحي. وبعد كده اكتفاء ذاتي يا جماعة، انك تكتفي بالخضار اللي انت بتشتريه بالغالي، لا تزرعيه في بيتك، وبقى كده انت وفرتي من ميزانيتك كده، ومش هتحتاجي تشتري حاجة من برا، كل حاجة موجودة عندك في البيت، فحاجة حلوة جدا. أنا بتمنى أن نوصل للمرحلة دي، أني أكون عندي اكتفاء ذاتي من كل حاجة، من الخضار اللي أنا بشتريه، من الفاكهة، من كل حاجة يا جماعة. حتى البرسيم اللي بنشتريه للطيور بتاعتنا عايزة أزرعه برضه في البيت، محتاجش إن نشتريه. فحلو جدا لما يكون عندك حاجة واسعة كده وتزرعي كل حاجة، فالزرع حلو جدا وخير وبركة كده في البيت يا جماعة. زي ما انتم شايفين كده، مهم جدا يا جماعة الزرع في البيت، وحاجة حلوة جدا. بسقيه بقى أخويا كل يومين. ضروري إن في الشتاء ما تسقيش الزرع كل يوم، لا كل يومين، وممكن كل 3 أيام مثلا، لحد ما تلاقيه ناشف كده واحتاج للمية تقومي زاقياه، بس ما تكتريش عن يومين أو 3.
فمهم جدا جدا للزرع يا جماعة. ده كله بقى تبع أخويا البيت بتاعه، إنما اللي انتوا شايفينه ده تبعنا احنا، البوابة دي تبعنا احنا، تبع بيت أبويا. دي اللي هنبني فيها من أول البوابة، وبعد كده الوسع كله المنشرجة ده كله بقى مساحة حلوة جدا، أقدر بقى أزرع أنا حاجات كتيرة فيه بصراحة. ده الجمير أخويا عامله عشان نبني بيه، وده بيت أخويا. والناحية التانية بقى اللي هتشوفوها دلوقتي ده بيتنا احنا. فحلو جدا ومساحته حلوة جدا ووسعه حلو جدا. يا مسهل ان شاء الله السنة الجاية نبني فيه. وبعد ما عملت لكم زيارة لبيت الجبل، وإن شاء الله قريب هعملكم زيارة تاني ليه، رحنا بقى يا جماعة لمولد عاملينه كده لمولد النبي، مدح في رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. مولد كبير جدا لشيخ مشهور عندنا، بيعملوا فيه بقى أكل وشرب للناس بقى، أهل القرية بيتبرعوا كده ويعملوا ليلة كبيرة جدا. من كل البلاد بتاجي يا جماعة لليلة دي، فيها كل حاجة بقى، فيها أكل وفيها شرب، فيها ألعاب للأطفال، فيها مدح للرسول حلو جدا. أتمنى تستمتعوا معايا بالمدح لرسولنا الكريم. أي مكان فيه مدح كده تلاقوني رايحة عليه بصراحة. فأشوفكم على خير في فيديو قادم بإذن الله، وإن شاء الله الفيديو القادم يكون أحلى وأحلى. وأسيبكم بقى تستمتعوا بمدح رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. وكل اللي اشترك في قناة اشتراككم على راسي من فوق، واللي لسه مشتركش أتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد عندي بإذن الله. وده مقام الشيخ بتاعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
واستغنم الوقت